الشرقية، وبنقل مباشر مع زميلنا عبد الله رشاد في طبعا تواجده في ملتقى الأسرة السعودية. حنروح له مباشرة نقول له صباح الخير يا عبد الله. أهلا يا عبد الله. رشاد حياك الله يا رشاد. صباح الخير. صباح الخير يا حياك الله. صباح بنان، الخير. وصباح الخير يا عبد الله. الله يحييك. ومثل ما انتم قلتوا وصححتوا، رشاد مش عبد الله. يعطيكم العافيه، يسعد لي صباحكم ان شاء الله. الله يسلمكم. طبعا مثل ما انتم عارفين احنا اليوم موجودين في المنطقه الشرقيه، بالتحديد من الدمام، وعندنا برنامج برعايه كريمه من صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز امير المنطقه الشرقيه. يعقد ملتقى جمعيات الزواج والاسر السابع تحت عنوان الاسره السعوديه، وتحت تحديات خلال الاعوام العشره القادمه ان شاء الله. وطبعا للحديث عن هذا الملتقى وعن فعاليات هذا الملتقى راح يشرفني اني استضيف الاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح المطوع، وهو مدير عام مركز الارشاد الجامعي بجامعه الدمام، استاذ العلم النفسي. يعطيك العافيه استاذ، ويسعد لي صباحك. اهلا ومرحبا، صباح الخير وصباح خير السعوديه، الحمد لله على هذا اللقاء. الله يسلمك. يسعد لي اوقاتك ان شاء الله بكل خير. طيب استاذي، مبدئيا تعطيني فكره عن هذا الملتقى، وهو الملتقى السابع. ماذا يضم هذا الملتقى، وما هي متطلبات الملتقى والامور ان شاء الله اللي راح يحققها؟ انا اعتقد حقيقه انه الملتقى يلبي حاجه من حاجات المجتمع، خاصه في هذا الوقت، وهو نضج المرشدين الاسريين والمصلحين الاسريين، كذلك أيضا البحث والدراسات التي ستقدم بإذن الله تعالى. أزعم وأتمنى أن تصب في صالح الأسرة والمجتمع. نعم جميل. طيب هو الملتقى السابع والفعاليات اللي إن شاء الله راح تعقد مثل ما احنا عارفين اليوم وغدا إن شاء الله، هل راح يكون هنالك حملات توعوية خارج هذا الملتقى في المجمعات التجارية، في الأماكن العامة، في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا أعتقد، لأنه الملتقى حقيقة ملتقى تخصصي يستهدف أناس متخصصين، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن ينعكس هذا على مهنهم وعلى العملية المهنية الموجودة، سواء كانت في مراكز التنمية الأسرية أو في الإرشاد الأسري أو في المجتمع عامة. نعم. ايضا عن مثل ما احنا شايفين حاليا مصورنا سعود قاعد ياخذ لقطات لداخل الملتقى هذا تحت رعايه مثل ما انا ذكرت من صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز. هو الملتقى السابع مثل ما تكلمنا، ما هي الامور او الاستراتيجيات المختلفه في هذا الملتقى عن الملتقيات التي طافت من قبل؟ والله اعتقد انه يعني حاجة تخصصية تراكمية، يفترض حقيقة أنه تدرس المؤتمرات السابقة، ومن ثم من خلال الحاجة للمجتمع والمهنة. أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله تعالى ستكون هذه ملبية من خلال أبعاد وجوانب ومحاور اللقاء بإذن الله تعالى إن شاء الله. مثل ما احنا شايفين مصورنا ايضا سعود قاعد ياخذ لقطات للمؤتمر، وراح ايضا يعطيك العافيه استاذي لتواجدك معنا ولوقتك الثمين وللمعلومات اللي ضفتها لنا اليوم. شكرا، واشكر تلفزيون السعوديه. مع السلامه. شكرا، الله يرضى عليك. ايضا مشاهدينا ان شاء الله راح ننتقل ايضا بالحديث مع الاستاذ الدكتور عبد الواحد حمد المزروع، عميد كليه التربيه في جامعه الدمام. يعطيك العافيه دكتور، ويسعد لي اوقاتك. صباح الخير. اهلا، صباح الخيرات استاذ رشاد، وصباح الخير للاخوه المشاهدين، وشكرا لكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في جهود الجميع. الله يسلمك. طيب أستاذي، إذا ممكن تحدثنا عن هذا الملتقى السابع الذي يعقد في المنطقة الشرقية وهو الأسرة السعودية، وعن فعاليات هذا الملتقى وما هي الفائدة التي تصب من خلال هذا الملتقى؟ بإذن الله. أولا يأتي الملتقى السابع لجمعيات الزواج والتنمية الأسرية في المنطقة الشرقية بتنظيم من جمعية وئام، وسبق هذا الملتقى كما هو ظاهر من عنوانه 6 ملتقيات. جمعيات الزواج، جمعيات التنمية الأسرية تعنى الحقيقة بكل ما يتعلق بالأسرة السعودية. يأتي عنوان هذا الملتقى في الأسرة السعودية بعد 10 سنوات، يعني في عام 45 و400 وألف أو 1445.
نحن بحاجة الحقيقة مع هذه المتغيرات، مع هذه المعطيات، مع هذه الظروف التي تعيشها المنطقة ويعيشها المجتمع السعودي، التقدم التقني، وسائل الاتصال،